تحتل مدرسة أقردة العتيقة بقبيلة مسكينة الرقعة الجغرافية الواقعة شرق مدينة أكادير، وتمتد جغرافيا من حدود أهل أكادير غربا إلى مجرى نهر أيت موسى وأمسكروت شرقا. وقد لعبت هذه المدرسة أدوارا طلائعية خصوصا في العهد السعدي، إذ تمكنت من تعبئة الساكنة لمواجهة التواجد البرتغالي بأكادير. وعندما جاء السعديون إلى هذه المنطقة بعدما عاشت المنطقة فراغا سياسيا قبل الدولة السعدية، فعندما نصر السوسيون الدولة السعدية قامت على أساس أن يحاربوا بها الوجود والمد الاستعماري البرتغالي الذي انتشر في مناطق الجنوب وخاصة في السواحل الجنوبية. من أهم آثار قبيلة مسكينة حصن أقلقال الذي شيده السعديين أثناء صراعهم مع البرتغال لاسترجاع حصن أكادير، إلى جانب مقبرة السعديين بمسجد أقرد وموقع إيمين تاغزوت السياحي. هذه المقبرة المشهورة كان سبب تعميرها هي الحروب التي خاضها السعديون مع البرتغال، فكل الذين شاركوا سواء من القبائل السوسية أو من قبائل المسكينة أو من قبائل دوتنان أو كل من القبائل التي ساهمت مع السعديين لإخراج البرتغاليين، عندما يموتون في الحرب فهم ينقلون من أكادير إلى هذه المنطقة ويدفنون في هذه المنطقة. وهكذا يتبين لنا أن السعديين اهتموا بدورهم بالمدارس العتيقة وتخرج منها سلاطين الدولة كأحمد المنصور الذهبي، إلا أن الوضع التعليمي بالدولة في تلك الفترة كان كاسدا بسبب الجمود والاجترار والتقليد وحشو عقل المتعلمين بالمنظومات والمختصرات العقيمة.